عايزك تتخيل معايا الموقف اللي حصل ده. شوف الموتور لما فكنا بس وش اتجاهات مش اكتر من كده. الشواكيش عامله ازاي؟ الشواكيش ممسوحه متاكله، حصل فيها تآكل لدرجه ان البيضاوي بتاع الشاكوش بدل ما كان خارجي بقى داخلي. وطبعا ده هنقول من الزيت رقم واحد. انا معاك ان الخامات في شركات خاماتها اقل من الصفر، بيجيب منتج وخلاص، مش مهم الجودة ولا الخامة ولا الكلام ده. ولكن لو خدت بالك بص حتى عمود الكامة البيضاوي بتاعه اتمسح. ليه؟ لان حضرتك السرعة بتبقى هنا عالية جدا، عدد دورات عمود الكامة مع الاحتكاك بالشواكيش. لما يكون مفيش زيت او الزيت قليل او لزوجته ضايعة او خامته رديئة، بيحصل تآكل بين حديد وحديد، فبتشوف البيضاء عامل ازاي، يحصل مشاكل في الموتور. عشان كده خلي بالك من الزيت وكفاءته وجودته ومصدره. الناس اللي بتجيب زيت من اي مكان حاول تخلي بالك ومنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.